حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها علامة السماوات والأرض وجعلنا من عباد صالح أهلها. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أتموا الصف الأول فالأول وسدوا الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن التقدير ولا يعز من عانيت تبارك ربنا فلك الحمد ولك الشكر على نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين
اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم آلف بين قلوب المسلمين، واقفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام.
فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد Bab mengenai salat wajib. Nabi Dzar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi kulli salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marratin kutibat lahu 10 hasanatin ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله رواه الترمذي ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة وذكر فيه بيده الخير ما كان يحيي ويميت وزاد فيه وكان له بكل واحدة قالها إتق رطبة hadis rakam 127 dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa sesuai solat subuh ketika ia melipat kedua kakinya dan belum berbicara atau mengucapkan kemudian mengucapkan sebanyak 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala puji dan kerajaan. Dia menguasai menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Akan dicatat 10 kebaikan baginya, dihapus 10 keburukan darinya dan diangkat baginya 10 derajat. Pada hari itu ia pun dilindungi dari segala bencana serta dijaga dari syaitan. Tidak ada dosa yang bisa membinasakannya pada hari itu kecuali dosa syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata ini adalah hadis hasan gharib. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah nomor 117 dan menyebutkan biadihil khair sebagai ganti yuhyi wa yumit. Ada pula tambahan dan untuk setiap kalimat yang diucapkan ia mendapat pahala memerdekakan seorang budak. Imam Nasa'i juga meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Muaz radhiyallahu an dengan tambahan dan barang siapa yang mengucapkan seusai salat asar ia juga akan mendapatkan pahala seperti itu pula pada malam harinya. An Jundub bin al-Qusairi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatan subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Dari Jundub al-Qusairi radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh maka ia berada dalam perlindungan Allah. Oleh karena itu jangan sampai kalian dituntut oleh Allah karena melanggar perlindungannya. Sesungguhnya barang siapa dituntut oleh Allah karena melanggar perlindungannya, pasti dia mendapatkannya. Kemudian dia akan menelungkupkannya dan pada wajahnya di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Bab ilmu
An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'ala al-'abid kafadli 'ala adnakum thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlul samawati wal ardin hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-huta yusalluna ala muallimin nasil khair rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, salah satunya seorang abid dan yang lain seorang alim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang alim terhadap abid adalah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya Allah merahmati orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Para malaikat dan para penghuni langit pun memohonkan ampunan bagi mereka. Para penduduk bumi termasuk semut-semut di dalam lubangnya, bahkan ikan-ikan, semuanya mendoakan kebaikan bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmati kita untuk bisa mengamalkan, menyampaikan. Semua bersedia insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. كما صليت وسلمت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما ربنا زدنا نورا ربنا زدنا تقوى ربنا زدنا ورعا ربنا زدنا علما وتشريفا وتكريما ومحبة وبرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.